قربنا ندخل على الصيف والبطيخ بدأ يظهر، ومعروفة في الصيف ما بنحبش نطبخ كتير، بس بدل البطيخ الأحمر اللي متعودين عليه هنعمل سلطة بطيخ أصفر، أو ساعات بيسموه البطيخ المنجاوي. مش عارفة ليه بصراحة، يمكن عشان لون المانجا وطعم البطيخ. قلت بقى أعمل بيه سلطة خفيفة ومنعشة، وبما إن أجسامنا وأجسام الأطفال محتاجة مية اليومين دول، مفيش أحلى من سلطة بطيخ وفيها خس كتير، لأن الاتنين مليانين مية وبيرطبوا الجسم كويس قوي، وخصوصا أجسام الأطفال. أي نوع خس بتحبوه اغسلوه ونشفوه. تاني خطوة هنضيف عليه البطيخ الأصفر، طعمه حلو قريب من البطيخ العادي وسكره مظبوط. وعلشان نخلي السلطه فيها الوان اكتر ضفت طماطم شاري صغيره، افتكروا لازم نقسمها نصين لو عندكم اطفال صغيره. ضفت جبنه بيضه ماستر بروتين ملايقه قوي مع البطيخ في السلطه. والسلطه مش محتاجه اي دريسنج غير زيت زيتون جودته كويسه وطعمه حلو، بيخلي السلطه كلها هاديه كده ومريحه للمعده. الناس اللي بيستنوا الصيف علشان ياكلوا جبنه وبطيخ، السلطه دي هتعجبكم جدا. جربوها وقولوا لي رايكم، وقولوا لي لو جربتوا البطيخ الاصفر قبل كده وعجبكم ولا لا، وقولوا لي الحاجات اللي بتحبوا تاكلوها في الصيف غير السلطه. وعايزين تعرفوا اكتر عن البطيخ الاصفر استنوا الفيديو الجاي، وبالهنا والشفا.